عنده مشكل ديال الضغط ديال القلب، يعني كيختلف كل مريض على مريض، يعني على حسب السبب. ممكن يكون السبب مزمن ولا سبب غير مؤقت. المهم اهم حاجه انه يحاول ان ضغط الدم ديالو يبقى دائما متزن، انه يحافظ على الريجيم ديالو، يعني الريجيم اليمونتير، وسورتو يحاول يحافظ على الرياضه، يعني الحركه، لاكتيفيتي فيزيك تكون كرونيك، يعني يوميا يحاول يعمل رياضه، ولا لا ما قدرش على رياضه انتونس. وفي نفس الوقت يحاول انه يستعمل ان ريجيم اليمونتير اللي يكون يعني ادابتي للحاله ديالو، سواء ناقص الملحه، سواء ما ياخذش ملحه، سواء مثلا على حسب الطبيب شنو غيقول له. يعني بعض المرات كتلقى الناس عندهم مرض ضغط الدم زائد القلب زائد السكر زائد هذا، كيكون عندهم واحد كيكونوا تري بولي ميديكامونتو، يكون عندهم بزاف ديال الادويه. خصهم هذوك خصوصا هاد الناس هادو خصهم يعرفوا بان الدواء ديالهم خصهم يشربوه، وخصهم يستشيروا الطبيب ديالهم على الاقل مره في 3 شهور، ولا على الاقل كل مره تبان فيهم شي حاجه من مضاعفات ديال هذا المرض هذا.